شكرا لك زميلي عادل. أنا الآن في منزل الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال، ويتواجد الآن خلفي في هذا المجلس الأمير عبد الرحمن وعدد كبير من لاعبين الهلال الذين أتوا بعد مباراتهم مع النصر مباشرة إلى منزل الأمير. الأمير عبد الرحمن بن مساعد مجتمع الآن باللاعبين، سنوافيكم بأي لقاءات بعد هذا الاجتماع. لنا ناخذ بس لقطات لنا عندنا تصوير من أول. جابر، بعيدا عن اجواء المباريات، حدثنا عن سر الزياره لسمو الامير عبد الرحمن بن مساعد في هذا الوقت بالذات. الحقيقه هذا شعور كل اللاعبين، انت شايف زي ما انتم شفتوا طبعا كل اللاعبين هنا تواجدوا بعد المباراه، بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر عن اي شيء، كان هدف واحد وصريح، رغبه كل اللاعبين في بقاء الامير عبد الرحمن بن مساعد، واحساسهم الكبير حقيقه. يعني انا ما شاهدته او ما لمسته او ما سمعته، كان حقيقه شيء، يعني انا واحد فرد منهم حقيقه، لكن يعني كانوا يكونون كل المحبه والموده ورغبه كل واحد فيهم انه حقيقه جيت اليوم هو نوع من الشعور بانه يعني ما يبغون يخسرون شخص عمل كل شيء لهم، عمل كل شيء لهم، عمل كل شيء لنادي الهلال، وحسوا اللاعبين مدى الفرق الكبير اللي حصل بوجود الامير عبد الرحمن مساعد. ويعلم الله له بكلام لا نفاق ولا رياء ولا وراءه اي قصد سوى شيء واحد، هو مصلحه هذا النادي. انه اللاعبين احساسهم الكبير بالامير عبد الرحمن ومن قدم خلال فتره رئاسته، احساسهم بالتغير الكبير بمعاشرتهم وباحساسهم اللي هم يعني كل واحد يعبر عنه، كان هذا اقل تقدير انهم يجون اليوم للامير عبد الرحمن بعد المباراه وبصفه شخصيه، كل واحد زي ما شفت بسيارته، يعني ما احنا حتى جبنا الباص وشيء يعني من هالقبيل، كان رغبه الجميع انهم يتواصلون مع الامير عبد الرحمن يكونون حاضرين اليوم، لعل وعسى ان يكون هناك بصيص من الامل ببقاء رئيسنا. وحقيقه مو مساله انه مجرد انه يعني فقط انه رئيس اسم رئيس، اللاعبين يحسون ان الامير عبد الرحمن جزء لا يتجزأ منهم، كأخ اكبر، كرئيس، كداعم في كل مو فقط كداعم مادي، فقط معنوي نفسي لكل لاعب. اعتقد حتى اللاعبين الموجودين جوا كان احساسهم وكلمتهم واحده، ان كل واحد لما مر بظروف كان الامير عبد الرحمن موجود معه. الواحد حاول يقدم كل ما عنده في مباراه ذبحان ولم يعني لم نستطع ان نخرج بنتيجه ايجابيه، ولكن هذه المباراه يجب ألا يعني تفقدنا اهم شيء. ممكن نحن نفوز في السنه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى، في السنه هذه بطولات محليه، في السنه القادمه بطولات اسيويه، لكن ما حد متخيل من اللاعبين انه ممكن يكون بدون الامير عبد الرحمن بن مساعد اللي يمثل جزء كبير حقيقه من الدعم من جميع النواحي. فهذا يعني بادره من اللاعبين، لم يطلب منهم اي احد بقدر ما هم يعني كان تخطيط جماعي بينهم، وبلغوني انا بهذا الشيء، وكانت رغبتهم انها تكون بعد المباراه بغض النظر عن النتيجه. نعم، وهذا بحد ذاته يعطي شعور صراحه انه في احساس من اللاعبين بالامير عبد الرحمن وتمنون بقاء الامير عبد الرحمن، وهذا شيء خطوه نعتبرها ان شاء الله انها تكون تصب في الاخير اولا واخيرا في مصلحه نادي الهلال. عيسى، نبغى نسألك عن زيارتكم للأمير عبد الرحمن بن مساعد، هل هي فعلا لإقناعه عن العدول عن الاستقالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني زي ما انت شايف يعني صراحه الزياره هذه يعني من بعد ما اعلن الامير عبد الرحمن يعني استقالته بعد مباراه الاسيويه، يعني كلنا يعني كنا عاقدين العزم ان شاء الله يعني نقوم بزياره له في البيت ان شاء الله ونثنيه عن الاستقاله هذه.
يعني الحمد لله اليوم جينا يعني تكلمنا مع الأمير، كان مرحب بالفكرة ورحب يعني بجيتنا، وعدنا خير وإن شاء الله يعني كلنا يعني كذا بشرى منكم والله إن شاء الله هو وعدنا خير إن شاء الله بإذن الله. ويعني لسه يعني في أمور يعني راح يخلصها ويشوف يعني خلال الخمسة الأيام هذا، خلال الخمسة أيام القادمة إن شاء الله حيكون بإذن الله يعني إن شاء الله وإن شاء الله أتمنى إنه خير بإذن الله. إن شاء الله. أسامة، في البداية نهنيكم على هذه الخطوة اللي هي زيارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد لإثناء عن الاستقالة. كانت فكرة مين هذه بما أنك كابتن الفريق؟ أول شيء أكيد فكرتنا كلنا كلاعبين. يمكن كنا نزور الأمير عبد الرحمن من ثاني يوم بعد مباراتنا مع الفريق الإيراني، بس تعرف يمكن الوقت ما كان يعني يساعد إن نكون الزيارة، فاتفقنا إنه مباراة النصر نقدم كل ما عندنا ترجع روح الفريق، والأقل يعني يكون يعني في لك شوية وجه. يمكن نسيت تتكلم مع الأمير وهذا اللي حصل الحمد لله اللي قدمنا ورجعت روح الفريق، واتفقنا كلنا إنه بعد المباراة يجي زيارة للأمير عبد الرحمن. اتفاقكم مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد كان على إيش الآن بعد الاجتماع؟ طبعا والله احنا كنا مرة مقفلين علينا. احنا طبعا وحشنا اول 3 أيام هذه اللي ما شفناه فيها، تعودنا انه يوميا يكون معنا في النادي. اليوم افتقدناه في الملعب، تعودنا انه دائما متواجد معنا في غرفة الملابس، في الباص، في المعسكر، ليلة كل مباراة يكون متواجد معنا ويتعشى معنا. يمكن هذا الشيء حسينا فيه هذه الفترة، ف يعني حاولنا وتكلمنا مع الأمير عبد الرحمن انه يعني يحاول يكمل معنا. احساسك ايش يقول، بيكمل ولا ما؟ لا ان شاء الله بيكمل، احساسي ان شاء الله بيكمل ان شاء الله. يلا محمد، اسامه يقول اسالوه وش الهوب، الامير بيستقيل ولا ما راح يستقيل؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكرك على اللقاء. طبعا الكل يعرف ولا في شيء يخفى، يعني احنا جينا نقول للامير اننا كنا مقصرين بكل امانه. هو كان رجل يتحمل المسؤوليه، قال انا المسؤول، لكن نقول حتى ان يعني كنا مقصرين، وجينا يعني نتكلم معه بخصوص الاستقاله، وإن شاء الله وعدنا خير إن شاء الله. لكن بكل أمانة يعني بيكون خسارة. الأمير عبد الرحمن أنا شهادتي فيه مجروحة مع يعني معي ومع جميع اللاعبين، فهو يعاملنا يعني معاملة الأخ لأخوه بكل أمانة. مكسب يعني، وأي شيء أكيد إنه خسارة يعني لو استقال، لكن إن شاء الله وعدنا خير في الجاي إن شاء الله. صاحب الفكرة من كان صاحب الفكرة؟ أكيد إن اتفاق جماعي، بس الفكرة هذه طلعت من مين أول؟ والله اتفاق جماعي يعني ما أقدر أحد. فكرتوا سوا ما شاء الله. والله كلنا قلنا يعني كنا نقول مباراة النصر مباراة جماهيرية، مباراة ديربي، مباراة مهمة لنا في الدوري، فرصنا نروح للأمير عبد الرحمن. اليوم حاولنا نطلع بنتيجة لكن ما الله أراد، كان في مستوى الحمد لله، وقلنا فرصة طيبة أن نروح للأمير عبد الرحمن. طيب بعد النتيجة مع ذبحان توقعت حضور الجمهور اليوم يكون بهالشكل؟ والله شوف جمهور الهلال شهادتي فيه مجروحة يعني احضروا، وكنا مقصرين أيضا في حقهم يعني ما أنساهم، لكن بكل أمانة يعني أحرجونا، ويعني عاجز عن الشكر لهم في كل تشجيعهم يعني لجميع اللاعبين. فهذا هو الجمهور الهلالي، يعني أنا دائما أقول الجمهور الهلالي جمهور نموذج، وبالفعل يعني أثبت. طيب اللي فهمت أنت من الأمير عبد الرحمن بن مساعد إن متى ممكن الجمهور يعرف عبد الرحمن بن مساعد بيبقى ولا بيستقيل؟ والله إن شاء الله يفكر عاد أنا يعني. لا والله لو عندي خبر كان قلت لك أكيد والله، لكن الأمير عبد الرحمن إن شاء الله بيفكر ووعدنا خير. إن شاء الله إن في بوادر طيبة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله. هذا كل ما كان في اجتماع اليوم بين لاعبي نادي الهلال وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال.